بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا ولاد. يلا عشان نعمل النهارده مع بعض السمك القمر ده. شايفين القمر ده قمر ولا مش قمر؟ بصوا والله يا ولاد السمك ده، بصوا حاجه كده ايه، انا عايزاكم تجربوه وتقولوا لي. اول حاجه جبنا السمك هنا يا ولاد اهو، هنغسله. انا بصوره لكم خطوه بخطوه. بصوا حبايبي، بنغسل السمك طبعا ايه، شايفين انا لابسه جوانتي وبدخل صباعي كده حبايب قلبي، انضف كل حته فيه. ده متقطع سنجاري، الراجل مقطعهولي سنجاري زي ما انا طلبت. بصوا حبايبي كده سمك بولتي، بس يكون حجمه كبير شويه. هو طبعا الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده مطلوب فيها الحجم الكبير، ما ينفعش الصغير. ليه؟ الكبير بيبقى دسم فبيبقى حلو جدا في الطريقه دي. بصوا حبايبي، حتى بحرف السكينه كده بنضف اي حاجه فيه زي ما انتم شايفين كده. حتى بصوا الحته دي ايدي باينه فيها، بس انا مش عايزه اقطع حاجه والله، عايزه ابقى معاكم خطوه بخطوه. بصوا حبايبي، او متنضفيه كده كويس. وهعيد تاني على التنظيف اللي هو الخارجي بتاعه، الايه يعني لو في قشره ولا حاجه لازقه برضو بطلعها. بنضف حته حته زي ما انتم شايفين كده. بصوا بحرف السكينه، لو في حتى اي حاجه من اللي هو اللي بتبقى الكبده اللي جوه السمك دي بطلعها برضو بالسكينه. اي حاجه سمره كده بتاعت قلب السمك برضو بطلعها. بصوا شطفته طبعا وغسلته مره واثنين وثلاثه. هنا بقى بصوا يا ولاد بدات اعمل ايه، احط ملح عليه. شايفين؟ وادعكه كله بالملح. طب فايده الملح ده ايه؟ اول حاجه يا ولاد طبعا مش هيخلي فيه زفاره خالص، دي اول حاجه. تاني حاجه واهم حاجه ان انا كده ملحت السمك بتاعي، طعمته. بصوا انا حطيته بالملح كده، حطيت عليه ميه، قطعت ليمونه زي ما انتم شايفين كده او ليمونتين. بصوا حطيتهم في الميه وهسيبه منقوع بالميه دي كده يا جماعه، مش اقل من نص ساعه، ممكن تلت ساعه لو انت مستعجله قوي، بس لازم الخطوه دي مهمه قوي. هنا يا ولاد انا حطيته بقى وفتحت عليه الميه، بشطفه شطوه كويسه قوي عشان انزل منه الملح، واشطفه من الملح كويس قوي. مش هيبقى حادق ولا اي حاجه، هو يا دوبك خد تطعيمه بس كده عشان تبقوا فاهمين. لان انا بصوا بشطفه تاني اهو، بغسله تاني مره واتنين، وهتشوفوا هعمل ايه دلوقتي. طبعا ده اهم من العمايل نفسها. بصوا السمكيه زي القشطه ازاي قدامكم يا ولاد. ده اهم حاجه، غسيل السمك اهم من عمايل السمك يا جماعه. ولا تشمي زفاره ولا بصي هنا رشه كمون يا حبايب قلبي، بصوا اهي رشه كمون، معلقه صغيره من الكمون، شايفينه كتير بس هو مش كتير، هي معلقه صغيره من الكمون. بسيبه منقوع في الميه ام كمون دي لمده 10 دقايق، وبعد كده بشطفه شطفه حلوه قوي وخلاص. بعد كده كده السمك بتاعي بقى تمام. عمرك ما تشمي زفاره ولا تعملي سمك تلاقي شقتك زفره، ولا تحسي ان الستاير ماسك فيها زفاره ولا الكلام الفاضي ده كله. بصوا حبايبي اهو. واهم من السمك وطريقته الغسيل بتاعه الاول. اول حاجه نعملها النظافه. هنا بقى حبايب قلبي معايا بقى هنا ايه، بصوا بصلتين اتنين قطعتهم طرنشات، بصلتين وسط مش كبار قوي، قطعتهم طرنشات، وطماطميه واحده. انا مش هعمل صينيه بطاطس، مش هحط طماطم كتير. بصوا حبايبي، ومعايا هنا خلطه السمك، رشيت رشه كده دي كلها توابل ريحتها حلوه جدا، توابل السمك يا ولاد. بصوا رشيت عليها رشه من التوابل دي، نزلت بشويه من فلفل الالوان زي ما انتم شايفين كده حبايبي. هبدا ارص السمك بتاعي عليها. انا كده عملت فرشه للسمك بتاعي زي ما بيقولوا، وهحط عليها السمك. بصوا يا حبايبي انا هنا بظبط عشان عايزه السمك كله ايه بيبقى باين، مش عايزه الزقه على بعضه عشان كله يتحمر، لانك لو حطيتي سمك على سمك الحته المداريه دي بتطلع بيضه يا ولاد. بس انا مضطره بقى ان انا ايه، لان الصاج مش واخد معايا. انا على فكره كنت عامله صينيه تانية، بس انا طبعا ايه ما طبقتهاش قدامكم، انا عملت دي يعني، لان ما ينفعش احطها كلها في مكان واحد مش هتتحمر. بصوا حبايبي هنا معايا الدقه بقى دي، الدقه دي بقى توم وفلفل احمر، وعليها كمون، وعليها خل، وعليها ملح، وعليها يا ولاد 3 ليمونات انا عصرهم، وهحط عليهم معلقه من التتبيله اللي انتوا شايفينها دي. هتدقوا الثوم الاول وبعد كده تحطوا عليه الفلفل، ما عندكوش فلفل هريسه شطه كده هتدقوا كام قرن كده، وبعد كده تحطوا ايه حوالي نص فنجان من الخل، عليهم 3 ليمونات، عليهم معلقه من الكمون. تمام يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعدين حطيت معلقه تتبيله السمك. هشبع السمك بتاعي كده بالطريقه دي اللي انتم شايفينها دي حبايبي. بصوا انا عامله كل حاجه قدامكم، ما قطعتش اي حاجه وانا بمنتج الفيديو. بصوا ما قطعتش حاجه خالص، سبت لكم كل حاجه عشان تشوفوها على طبيعتها. بصوا حبايبي اهو الصاج كده بقى معايا ايه كمل، ورشه خفيفه قوي كده بصوا من تتبيله السمك فوق التتبيله بتاعتي. بصوا هنا بقى حطيت كوبايه ميه عشان يستوي بيها يا ولاد، كوبايه من الميه عشان ما ينشفش في الصاج. انا كده عايزاه، بصوا عايزاه جوسي كده وحلو عشان وانتي بتاكلي تستطعميه،
لكن لو حطيتيه من غير ميه هينشف منك. تمام كده حبايبي. هنا معايا بقى ايه شويه من الزيت كده، بصي وزعت على وشه بفرشه. بقيت بصي الفرشه بتشيل وانا بنقط كده بالفرشه على الوش. ليه بقى الحركه دي يا جماعه؟ عشان خاطر يطلع متحمر معاكي زي السمك المقلي بالظبط. بصوا شويه زيت صغيرين خالص، انا حطاهم في فنجان. شايفين يا حبايبي اهو. معايا شويه فلفل الوان هرصه علشان خاطر ايه برضو ما داريش الوش بيتدراش ايه عايزاه يتحمر. فهظبط كده زي ما انتم شايفين. بحاول ان انا اخلي الفلفل على جنب عشان ما يغطيش السمك ما يتحمرش تحتيه. عايزه السمك منه بقى يقل الفرن كده على طول. وانا مولعه الفرن يا حبايبي بقالي ربع ساعه. هدخله على الصاجه من تحت. اول ما خلاص يبقى خلاص في حوالي يعني حبه شقشاق ميه صغنن كده هطلعه على الشبكه ياخد وش واخرجه. هتشوفوه لما يخرج معانا. هنا حمرت البصله تمام، خليت البصله لونها بني زي ما انتم شايفين كده. سقيتها بالميه من الكتل بتغلي. حطيت عليها الملح بتاعي واستنى لما الميه تغلي وبعد كده هنزل بالرز. ده الرز الصياديه يا حبايب قلبي اهو. معلقه من الكركم. الكركم طبعا مفيد جدا وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو جدا للرز. وبيديله لون حلو بيساعد الرز يغمق كمان بيبقى جميل قوي. بصوا الميه غليت معايا يا ولاد اهو. والملح حطيته خلاص والكركم بتاعي. هنزل بالرز اهو. الرز هيغلي غلوتين وهتوطي عليه شمعة بس وتحطيه في طبق التقديم بتاعك اهو. هسيبه يغلي غلوتين وبعد كده وطي عليه كده. الرز خلص معايا اهو وحطيته في طبق التقديم بتاعي زي ما انتم شايفين اهو. شويه رز صياديه والله يا ولاد في منتهى الجمال. يعمروا الدماغ زي ما بيقولوا. ماشي يا حبايبي. هتشوفوا بقى السمك هيطلع معانا ان شاء الله دلوقتي كده. السمك بتاعي كده خلاص. انا هروح اجيب الصاج. بصوا اهو السمك خلص معانا يا ولاد. وده كان شكله بعد ما استوى. بجد بجد تحفه 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 وهيعجبكم. مش هتبطلوا تعملوا الطريقه دي يا حبايب قلبي. بصوا بصوا حبايبي اهو. وهحط برضو اللي في الصاج ده تغمسيه كده. بصي على وش السمك. بصوا يا ولاد بالطريقه دي والله العظيم لو جربتوا السمك ده مش هتبطلوا تعملوا كده. يلا حبايب قلبي جربوا الطريقه دي هتعجبكم وهتدعوا لي عليها والله. الف هنا وشفا. ربنا يحسن ما بين ايديكم. سلام عليكم حبايبي.